مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنشوف ميادة وصوف أخت الفنان جورج وسوف، وهي بتتكلم عن ابن أخوها الراحل وديع جورج وسوف، وبتكشف عن السبب الحقيقي في وفاته بعد الكلام الكتير اللي طلع في الساعات اللي فاتت عن وجود شبهة جنائية في الموضوع. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. خلال الساعات اللي فاتت انتشرت أخبار كتير على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة وديع جورج وسوف ابن الفنان جورج وسوف، وبتقول الأخبار دي إن في شبهة جنائية في الموضوع، وإن الحكاية مش مجرد خطأ طبي حصل لوديع أثناء عملية تكميم المعدة اللي كان بيعملها. والحقيقة الأخبار دي طلعت بعد ما خرج الصحفي اللبناني سعيد الحريري في أحد اللقاءات التلفزيونية وقال بالنص: ما زال الغموض بيحيط عن سبب وفاة وديع جورج وسوف، والفنانين والإعلاميين المقربين من العيلة لسه لغاية دلوقتي ما أدلوش بتصريحاتهم، وهم بيحترموا قرار العيلة بأن ما ينفعش ننبش القبر دلوقتي، وما ينفعش نتكلم عن أسباب الوفاة ودم المتوفي لسه ما بردش. وقال هننتظر في الأيام اللي جاية إن المستشفى تصدر بيان توضح فيه السبب الحقيقي، لأن ممكن يكون في آثار قانونية هتترتب على المستشفى أو على الدكتور اللي عمل عملية تكميم المعدة الوديع، وهنعرف وقتها السبب الحقيقي للوفاة. وقال كمان إن تم تأجيل دفن وديع من السبت للحد، والعيلة اتفاجئت بقرار النيابة العامة في لبنان بعد رفضها تسليم الجثمان ليهم، وقررت إن هيتم بعض التحاليل والفحوصات لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية. ووسط حالة الجدل دي بخصوص السبب الحقيقي ورا وفاة وديع جورج وسوف، خرجت شقيقة الفنان جورج وسوف ميادة وسوف بتصريحات للإعلام، ووضحت بشكل قاطع السبب الحقيقي في وفاة وديع، وقالت: هلا هو انه عمليته ما خطرة كانت، ما في خطأ طبي، هو صابه نزيف وصار بقى بعده مضاعفات. خلص ربنا رايد شيء، نحن ما فينا نوقف، هيدا جرح كبير ووجع كبير. وفي نهاية الفيديو بنطلب كل العزاء والصبر للفنان جورج وسوف وكل الأسرة على فقدانهم الابن الأكبر الراحل وديع جورج وسوف. فيديو حكاية النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.